جديدة من قضايا تشريعية. نخصص هذه الحلقة للحديث حول الضوابط الإعلامية والقانونية للدعاية الانتخابية الجارية حاليا في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري يوم 22 و23 من هذا الشهر لاختيار النصف الثاني أو النصف الآخر لبرلمان المستقبل برلمان 2015. والواقع أنه بيجري حديث كثير ومتباين حول مسألة الدعاية الانتخابية وقدرتها على الترويج للمرشحين بأمانة وبشرف للمرشحين في هذه المرحلة الهامة من الانتخابات البرلمانية. وبالطبع تثار العديد من الأسئلة حول ماهية الضوابط الإعلامية والقانونية للدعاية الانتخابية للبرلمان. أيضا هل السبل الحالية أو لمسألة الدعاية الانتخابية كافية للتعريف بالناخبين وبالتالي نسبة الإقبال تكون موجودة، أو بمعنى أدق هل هناك علاقة ما بين الدعاية الانتخابية ونسبة التصويت والإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية؟ هذه ربما أهم الأسئلة التي يمكن أن تثار حول هذا الموضوع، إضافة إلى أسئلة أخرى عديدة سنطرحها على ضيفي هذه الحلقة. يشرفنا الإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد، عضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي. برحب بحضرتك. أهلا بك يا دكتور علي. شرفتنا يا فندم. كما شرفنا أيضا الأستاذ الدكتور سعيد مدين، أستاذ القانون الجنائي. مرحب بك يا دكتور سعيد. أهلا بك يا أستاذ علي وأهلا بالسادة المشاهدين. شرفتنا، وهنشوف تقرير مبدئي حول موضوع الحلقة مع حضراتكم ثم نبدأ النقاش على الفور. نشوف التقرير. بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وإعلان الفائزين، نقف على أعتاب المرحلة الثانية والأخيرة وإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وهو مجلس النواب. من جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستبدأ اعتبارا من اليوم، وذلك بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في محافظات المرحلة الثانية. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في بيان أصدره اليوم إن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الثانية من الانتخابات سوف تبدأ اعتبارا من إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين وحتى يوم 20 من نوفمبر الجاري. ويرى محللون أنه من السابق لأوانه الآن التنبؤ بالمسار والنهج الذي ستسير عليه الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية، والمقدر لها أن تبدأ جولتها الأولى يومي 22 و23 من نوفمبر الحالي في 13 محافظة المتبقية، والتي تضم القاهرة ومحافظات القناة 3 وشمال وجنوب سيناء ومحافظات الوجه البحري عدا الإسكندرية والبحيرة. إلا أن النتائج التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من الانتخابات دافعا ومحفزا للأحزاب السياسية والمرشحين سواء في القوائم أو المقاعد الفردية لبذل المزيد من الجهد وتكثيف الحركة في الشارع السياسي وبين الجماهير، بما يؤدي إلى زيادة الاهتمام الشعبي بالانتخابات وتعديل نسبة المشاركة كما يرى المحللون. ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع خارج مصر يومي 21 و22 من نوفمبر، وفي الداخل يومي 22 و23 من نوفمبر. ويتنافس على النظام الفردي 2847 مترشحا على 222 مقعدا، في حين يتنافس على القوائم في قطاع القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا 4 قوائم. مرحبا بحضراتكم من جديد. بعد ما شفنا التقرير نبدأ النقاش على الفور، لكن اسمحوا لي أولا دكتور سعيد طبعا بيشرفنا دايما في البرنامج، أما الإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد فدي أول مرة تشرفنا في فعشان كده بنقدم لها ترحيب خاص كإعلامية قديرة وأول مرة بتشرفينا في قضايا تشريعية. إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. إن شاء الله يا رب. دايما يا رب. إن شاء الله يا رب. حضرتك إيه أهمية الدعاية الانتخابية للتعريف بالمرشحين في الانتخابات البرلمانية؟ دي مهمة جدا جدا.
انت من اسباب يمكن انا بشوف عزوف الناخبين انهم يروحوا ينتخبوا مش عارفين الناس. وانت عارف يا دكتور علي انه اتحاد الاذاعه والتلفزيون بيعمل خدمه دائما في الانتخابات، انه بيدعو المرشحين انهم يجوا يسجلوا 5 دقائق. يعني مثلا قناه العاصمه اللي هي القناه الثالثه بتاخد القاهره الكبرى، اسكندريه بتاخد 3 محافظات، اسكندريه والبحيره ومطروح. دلتا فيها 5 محافظات، الاسماعيليه وبورسعيد والسويس لهم برضو في القناه بتاعتهم، وبالتالي في الصعيد ايضا ذلك. الغريب بقى ان ما حدش جه خالص، مع ان كان في بيتعمل تنويهات كتير جدا انه يجي المرشحين علشان يعرضوا افكارهم وبرامجهم وللاحزاب ايضا. الناخب السنه دي كان عليه عبء كبير جدا، مش عارف الاسماء. الاتحاد الاذاعه والتلفزيون بالقنوات المختلفه حضرتك تفضلت وذكرتيها، كان في دعوه من الاتحاد صريحه لهم بالتوجه؟ ايوه، كان بيجي في قناه الشعب بينزل صوت الشعب بينزل التنويه وانهم يجوا. ما حدش جه. وما فيش اي قناه تقدر تجيب الناس دي كلها. تفسير حضرتك طبعا الاعداد كبيره جدا اللي هي المتقدمين، وخصوصا الفردي. صحيح. يعني القوائم ممكن يجي اللي هو المنسق العام بتاعها، يجي في الائتلافات في حد منهم واحد بيجي، لكن الفردي لازم بيجي المرشح بنفسه. تفسير حضرتك ده ايه يا مدام فاطمه؟ انهم ما جوش. ساعات اقول ان هم ما عندهمش قدره على انهم مثلا يعرضوا افكارهم. ما اعرفش، ما عندوش مهارات اعلاميه، المهاره الاعلاميه ان هو يقدر يعرض البرنامج بتاعه، فخايف يجي وخايف يتكلم ان هو يطلع بصوره مش كويسه يمكن. فهي جت يعني ايه الانتخابات او الناخب راح خدها كده بايلك، يعني بالحظ كده. يعني لكن في البعض كانوا معروفين طبعا. معروفين للناخبين. وده خلينا اسمح لي انتقد بطرف الحديث الدكتور سعيد مدين، انه الاعلام والدعايه سلاح ذو حدين، يا ترفع المرشح يا تنزله. في ايه تفسير حضرتك لعزوف البعض عن تواصل مع قنوات اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ ربما هل لانه لهم مسائلهم الاعلاميه الخاصه، ولا يعني عملوا دعايه لنفسهم في القنوات الخاصه وفي الصحف وفي المؤتمرات الجماهيريه، ولا يعني حضرتك شفت المساله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله، وانا سعيد جدا وانا موجود مع دكتور علي مبارك استاذ الاذاعيين والإعلامية الفاضلة فاطمة هانم. شكرا. ولقاء بيجمعنا يا رب دايما للخير، وأن ينفعنا الله به وبالخير كله يا رب. سيدي الحمد لله على السلامة الحج الأول. الله يسلم حضرتك وبلا عندك يا رب. يا رب يا رب كل السامعين وكل السادة المشاهدين يا رب. فضل. أولا أنت لمست وتر يعني جميل. ليه؟ أولا احنا طلبنا أن نكشف على الأجساد والأبدان، ولم نكشف على العقول. وكان أجدى بمن يجلس على السلطة التشريعية ليشرع للبلاد وليصنع أو يصنع منه سلطة ثالثة وهي أقوى تلك السلطات، فكان ينبغي عليه أن نكون ملما وذو عقلانية تسع مشاكل تلك البلاد، وأن يكون لديهم من القدرة على النقد وعلى التحليل وعلى حلول المسائل سواء كانت اقتصادية أو المشاكل التي تقع فيها البلاد. إلا وللأسف لم يحدث ذلك، وبحثنا عن الأبدان ولم نبحث عن العقول. تقصد ان احنا عملنا الكشف الطبي، الله يفتح، انما ما عملناش الكشف العقلي. ده كان ده كان يتضمن العقل، مش برضه الصحه يعني بتشمل الصحه النفسيه والصحه البدنيه، ولا احنا بنفسر الصحه النفسيه؟ لا، هو على اساس ان اللي بيرشح نفسه لازم يبقى رجل سياسي. أيوة. فاهم في السياسه وفاهم أيوة. بيقول ايه وفاهم مشاكل البلد ايه والقدره على حل المشاكل. لا مش انا كمان اللي اعتمده. يبقى في معهد. دكتور سعيد، ما انا هقول لحضرتك ما قالش حاجه. لو قال الصحه النفسيه ما قالش ولا قال الكشف البدني، يبقى يقصد الطب النفسي والطب البدني. لا لم يذكر على الاطلاق خالص، ولم يشار الى هذا الامر. ده كان في مشكله كمان، يقول لك ايه، ان احنا هنجيب 2 مساعدين للعضو، يعني العضو هيبقى في واحد على اليمين وواحد على اليسار، علشان ده مستشار قانوني وده مستشار سياسي، وهذا الامر ابدا. ازاي؟ ده انت السلطه دي حتى الوحيده التي لا تعين،
لا تعين بس يعني. حضرتك شايف انه ازاي كان ممكن يتم يعني حسم المساله دي في ضوابط الترشح من الاساس؟ بسيطه قوي. معهد يعد لاعداد القاده في مجلس الوزراء، وهذا المعهد موجود. ويخش له اسبوعين دوره تدريبيه. الدوره اللي عايز يترشح. ما انا عايز عقلانيه، مش عايز واحد يسقف على كرسي. ان اردنا عقلانيه يبقى هشترط بدايه ان يكون لائقا نفسيا ومعنويا. وكلمه لائق مش بقى الكشف ده كمان لا عشان سمعنا مرشحين كده في يعني عفوا اللسان كان بينقط عسل بعضهم. الله يفتح على حضرتك. هي برضو يا دكتور علي المساله يعني نقدر نقول ان هي مش سلبيه كلها. اتفضلي. يعني في يعني مسائل ايجابيه تمت، لانه دخل البرلمان في المرحله الاولى 8 من الشباب. شباب ده حاجه و30 سنه، مش شباب يعني اكبر. في 8 عمال، في 4 من الخارج. دي الاحصائيه السريعه. 4 من ذوي الاحتياجات الخاصه. لا هو يعني المرأة كمان حصلت على 17 مقعد في المرحلة الأولى. لسه بقى المرحلة الثانية. صحيح. يعني نقدر نقول إنه إيه، في تنويع أو في نوعيات مختلفة دخلت البرلمان، بس لسه بقى ما نعرفش المرحلة الثانية ما تكتمل المرحلة الثانية. اتفضل يا دكتور سعيد. أستاذ علي بلا جدال ولا كلام، أنت مجلس هذه المرحلة أو هذه الفترة مجلس رقابي تشريعي كمان. يعني مشكلة. يعني معنى كلمة رقابي في مشكلة كبيرة بقى ممكن أقولها، إنه في المجلس القادم إعلامية وبتسرق مني. لا والله لا مش كده. لا في هيبقى في المجلس أول ما يبدأ أولى جلساته هيبقى في مراجعة لعدد كبير جدا من القوانين. لا دي حاجة تانية بقى، ولازم يخلصوا منها في 15 يوم. ده احنا لسه هيقدروا يعملوا الحاجات دي. ده احنا لسه هنقول في دي هنتكلم فيها لأنها تعباني. اتفضل يا دكتور سعيد. انت عايز تكون يعني انت بتقول لنا عوده على بدء على شروط ومواصفات المرشح وما حصلش. يبقى لدينا واحنا في المجلس اللي احنا حضرتك انت ايه برنامج قضايا تشريعيه ننوه انه ينبغي قبل ان ينعقد ذلك المجلس ان الحكومه تتشرف وتفتح ابواب المعهد اللي هو اعداد القاده، ويتم الساده النواب اخذ محاضرات على رجال متخصصين، وذلك وصولا الى مهنتين، مهنه التشريع والرقابه. هو المجلس بقى يعمل لهم الحكايه دي اول اسبوعين كده، يعمل لهم دوره تدريبيه في البروتوكول والحضور فيها ونسبه النجاح فيها تقدر بامتحان يجرى في الاخر عشان يبقى فيه التزام. يا كده ما ياخدش المكافاه بتاعته. بس مش مكافاه، ما يخشش المجلس ويعاد تاني حتى لو اضطر الامر لهذا الامر لو عرضه، لان دي كلها مقومات الشخصيه التشريعيه. ده يكون موافق للدستور والقانون يعني. لا موافق لان انا بيفترض في من انتخبتهم الخبرة والعلم، وأن يكون محيط بالقضايا الموجودة التشريعية الموجودة في البلد، والظروف الاقتصادية التي تحيط بها البلد، واضعا لها الحلول ناقدا لكل القوانين التي. أنت راجل بتاع قانون، عشان نرجع للأسانيد القانونية، عشان مش كل واحد يعني تطلع في دماغه فكرة يعملها. هو خلاص حسن هذا المجلس ده منعقد خلاص. نتكلم على البرلمان كده. بقول أنا نجحت وألف مبروك للذين نجحوا، عقبال يا رب للقادمين. أنت كده سرقت الكاميرا. أيوه في نقطة بس عايز أقولها برضو، إنه برضو في القنوات سواء الرسمية أو الخاصة لم تبدأ الدعاية للانتخابات، مش الدعاية بقى للمرشحين، للانتخابات نفسها إلا في الآخر خالص. يمكن قبلها بيومين 3. في ناس طبعا اخترقت الدعاية، هي مفروض بدأت يوم 29 سبتمبر، لكن بدأ بعض القنوات تجيب المرشحين بقدر قليل من يوم 20. ده في ناس اشتغلت واحنا رصدنا الحاجات من قبل ما يقدموا اوراق الترشيح. يعني حاجات ناس كانت بادئه قوي من 6 اشهر. بص حضرتك، كانت قشور للعمليه الانتخابيه. العمليه الانتخابيه فيها تحفيز للناس. وليه؟ مش مهم انت هتنتخب تنزل تنتخب، انت هتنتخب ليه؟ طيب ليه انت هتنتخب ده؟ طب ما تكلمينا حضرتك على الضوابط اللي انتم بتشتغلوا فيها في لجنه تقييم الاداء الاعلامي لعمليات الدعايه والمرشحين وخلافه. ايه الضوابط اللي بتشتغل من يعني انا هقول لك ان في مجموعه من المبادئ بتحكم عمل اللجنه. فضلي. وفي معايير للتغطيه الاعلاميه والاعلانيه واليات عمل اللجنه في الرصد والمتابعه للاعلام المصري الرسمي والاعلام الخاص المرئي والمسموع طبعا. واعتمدت هذه المعايير من اللجنة العليا للانتخابات. احنا ارسلنا قائمة بالمبادئ والمعايير دي لكل القنوات الرسمية والخاصة.
كلهم بعتنا لهم. احنا اتفاجئنا ان في بعض القنوات بتقول لا احنا ما شفناش المعايير دي، احنا بعتناها لكله من خلال اللجنة. كمان اعضاء اللجنة تواصلوا مع القنوات المختلفة لشرح المعايير والمبادئ اللي بتمشي عليها اللجنة، وتواصلنا معاهم، وأي تساؤل أو استفسار أي عضو بيطلع في برامج. عملنا أكتر من 70 لقاء كل أعضاء اللجنة، تلفزيوني وإذاعي وصحافة، عملنا لقاءات كتير. هو المفروض أن حضراتكم بس برضو علشان يعني المستقبل حتى نتعلم منكم، هو المفروض أن حضراتكم تبعتوا لكل القنوات. هو مش المفروض انه انتوا بتنشروها على موقع لجنه التقييم ولم نكتفي بذلك وبعتناها مره وخلاص؟ لا وبعتناها كمان. انما هي مش عمليه، ما جاتنيش، معلش انا مش هبعت لكل الناس. هي مش عمليه متعبه يعني قوي كده، بس يعني في ناس بتشتغل كويس واللجنه يعني عندها خبره سابقه في الموضوع ده. فهي بعتت لكل القنوات في نموذج احنا عاملينه مخصوص معمول في اللجنه للتقييم، في اسم القناه، اسم البرنامج، اسم مقدم البرنامج، ايه الخروقات اللي حصلت، بتتبع معيار ايه، كل ده بيتكتب وبتتجمع كل الاستمارات دي كل يوم، وبيتكتب تقرير بها واحد ويتبعت للجنه العليا للانتخابات. ايه ابرز الحاجات اللي ممكن تقولي يعني المعايير اللي اشتغلتوا عليها انه يكون فيها خروقات؟ الخروقات فيها مثلا عدم الحيده والمساواه في القناه الواحده. مثلا لازم يبقى في مثلا مرشح جه، لازم يجيبوا المرشحين التانيين او الائتلافات او الاحزاب، لازم يدوا نفس الوقت في نفس التوقيت. وما جزاء مخالفه ذلك؟ ده لو في قنوات التلفزيون الرسمي والخاص. وما جزاء مخالفه ذلك؟ لان انا متشوق لان القانون خلى من جزاء لا بالنسبه للقنوات. القنوات احنا لما بنبعت للجنه العليا للانتخابات هي بتشوف ايه الخروقات اللي حصلت او المخالفه اللي حصلت. لو في مخالفة بتبعت لها إنذار للقناة. إذا القناة اعتذرت وأذاعت في نفس توقيت البرنامج اللي فيه المخالفة وقالت إن هي مش هتكرر هذه المخالفة، خلاص بينتهي الموضوع وبيتنشر نص في القناة تقول إنها بتعتذر عن الخطأ اللي حصل. أنا عايز الدكتور سعيد يشارك معنا في النقطة دي ونرجع لحضرتك تاني. الدكتور سعيد، هي منى فاطمة قالت إنه الحيدة والنزاهة والوقت المتساوي. البعض يقول لك انه ده في تلفزيون الدوله يجوز لانه هو، انما انا مثلا في قناه خاصه انا مرشح وسيادتك مرشح، انت بفلوسك يعني هتصرف اكتر في بند الدعايه هنا في التلفزيون وهتطلع 10 مرات في القناه الفلانيه او في عموم القنوات. ما جزاء انا راجل ماسك على الفلوس شويه فهطلع مره ولا مرتين. تمام. هل انا اقيدك بظهوري؟ لا. اتفضل. جزاء من يفعل ذلك اولا السيد رئيس اللجنه العليا للانتخابات اذا ما راى تجاوزا عن الحد المسموح به ماديا واعلانيا الحد المسموح لكل مرشح. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا ايا كانت تلك المحطه بتذيع الساعه ب20 ب30 ب100 بكذا، وفجاه انت تزعلك 10 ساعات، يبقى انت وصلت ال500 وعديتهم. كمان هيتخصم اليفط وهيتخصم الاعلانات اليدويه والمكتبيه وكل الاشياء، الضيافات والحاجات اللي تتخذ منها دي من ضمن المصروفات. اذا ما رأت اللجنه ان هناك تجاوزا نص عليه في البند السادس من الماده الثالثه، وقال على السيد رئيس اللجنه فورا وقف قيد هذا العضو من سواء كان فردي او قائمه من قائمة الترشيح التي تم إعلانه بها، ويعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا بدون مفوضين. طيب دلوقتي ده إذا تجاوز العضو، إنما افرض القناة دي بتاعتي وحضرتك مرشح وانا عايز اجاملك، انت قريبي وده حصل. لا ده حصل. انا هقول لك القنوات اللي حصل فيها كده. ما انا ليه سالت السؤال الاداري ليه؟ قلت هل هناك عقوبه اداريه عند حضراتكم هنا في اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ لا مش عندنا. لا احنا لجنه رصد مستقله عن اتحاد الاذاعه والتلفزيون. هي هنا والقنوات التلفزيون بتاع الدوله ما فيش حد هيقدر يجامل حد. لا يا دكتور، عايزه بس اقول للدكتور حاجه، انه هنا احنا بنشتغل هنا في اتحاد الاذاعه والتلفزيون عشان الخدمات اللوجستيه، المكان، الشاشات. خلينا في القنوات الخاصه. خلينا في القنوات الخاصه. اتحاد الاذاعه والتلفزيون مستحيل، لا يمكن حد هيجامل حد. بس وارد كل شيء وارد في الدنيا. لا ده صعب. لا معلش، وده شيء يعزنا. وفي مخالفات احنا رصدناها برضه اذا ما كانش مستحيل. انا بشكرك على ثقتك في تلفزيونك وفي تلفزيون بلدك، ده شيء جميل قوي. القنوات الخاصه خالفت، هي شريكه في هذا الجرم لانها تعلم جيدا يعني. بس
بحثها في المسؤوليه هنا بحثها بحث الشريك، اذا كانت اتت فعلا ماديا من الافعال المكونه لجريمه المخالفه الدعايه الاعلاميه بتخش شريك معه، والامر بقى هنا بيعرض على حتى لو كان فيها مجامله، حتى لو كانت فيها مجامله. ما تجاملش في دي يا سيدي، المجامله رشوه، ما تجاملش في دي، ده المجامله رشوه رشوه. حتى لو هي قناه خاصه انا حر في فلوس، حتى ولو بس انت هنا مضمونك بيطلع على الراي العام، حتى لو ما تقاضتش فلوس. هي المساله مش في فلوس، انت تجاوزت، والتجاوز ده بيحسب عليك، لا لك انت بقى ما خدتش، ممكن تتاخد بطريقه ان انا بجامل. لا، القانون لن يقف ابدا امام بس احدى القنوات كانت نشوف مدام فاطمه احدى القنوات كانت بتعمل دعايه لمرشح واحد 24 ساعه في طوال فتره ولا فرح مرشح واحد فرح. وطبعا قنوات اخرى قناتين كانوا طبعا بيعملوا دعايه لحزب لحزب يعني هو اتحاد الاذاعه والتلفزيون. لا ملوش علاقه ده ملوش علاقه، اللجنه العليا هي اللي منوط بيها التدخل في هذه الفروقات. انما انتوا مفيش رقابه خالص على البث ولا قطع ولا الكلام ده. حتى كل الموجودين في اللجنه اللي موجودين ما لهمش علاقه باتحاد الاذاعه والتلفزيون، هو توفير المكان فقط بس. طب ولجنه الانتخابات هتراقب الامر؟ طب هو اللي احنا بنبعته الزميل محمد رزق بيقول لي، الزميل محمد رزق رئيس تحرير البرنامج بيقول لي طب المرشح ده كان صاحب القناه فطبيعي هتعمل له كده. ايوه لا يعملوا له كده، بس يجيبوا المرشحين الاخرين كمان ويدوهم نفس التوقيت ده، يبقى فيه عدة ومساواه. الكلام ده لو تلفزيون دوله، هو المنطق يقول كده ان دي قناه خاصه وهي قناته. طب هقول لك حاجه، هي اشكاليه لو اتفقنا في كده هقول لحضرتك. طب التعرض بقى اللي فيه جنائيا مخالفين في معيار يا دكتور علي، تعرض لمرشحين اخرين. اتفضلي يا فندم. يطلع في القناه يجيب سيره المرشح الثاني، لا ده مرفوض، او ده مرفوض بقى. هو ده اللي موجود يعني التجريح والاتهامات اللي غير قائمه، انتهاك الحياه الشخصيه، انتهاك الحياه الشخصيه ممكن كمان حاجات تانية دي جريمه دي جريمه. لا ما تبقى فيها فروقات دي الانتخابات دلوقتي او انه يتناول ما من شأنه زعزعة الثقة في العملية الانتخابية. فده برضو ده كان كتير برضو. مسألة القنوات الخاصة دي في الدعاية الانتخابية محتاجة إعادة نظر وتنظير من أساتذة الإعلام وخبراء الإعلام زي حضرتك كده، علشان دي فيها كلام كتير. يقول لك أنا دي قناتي وأنا مرشح أنا حر أعمل، بس الدكتور سعيد بيقول لي إن ده مخالف، لأنه ما أنا لو كملت هنا ما بتشتغلش حر لو تبقى مش متأثر على الرأي العام. لو سبتني دقيقة كنت ريحت. اتفضل. الجرائم الانتخابيه دقيقه دقيقتين وثلاثه. الجرائم الانتخابيه كلها بتخضع ذات شقين، شق اداري وشق جنائي، لدرجه فيها حبس احتياطي. يعني الجرائم الانتخابيه في جرائم بتقع من المنتخب الفرد المواطن اللي هو الشعب ذاته، وفي جرائم بتقع من المرشح او القائمه. في جرائم انتخابيه بنسميها اول جريمه اللي هي الاخلال بالعمليات الدعايه والاعلان اللي بيتم عن طريق. انا بس عايز او الخلط بين الماده التحريريه والماده الاعلانيه. هنتوقف هنا بس ثانيه علشان معانا ضيف كريم على الهاتف، طرف ثالث يشاركنا الراي هذه المناقشه الممتعه من حضراتكم. معانا الصحفي الاستاذ شريف رياض مدير تحرير الاخبار. مرحبا بك يا استاذ شريف. اهلا وسهلا. استاذ شريف، يمكن حضرتك سامع النقاش حول مسألة القنوات الخاصة اللي ممكن يكون أو الصحف الخاصة حتى اللي صاحبها يكون مرشح وتعمل دعاية خاصة له أو تجامل بعض أصدقاء المرشحين أكثر من اللازم وأكثر من المبالغ المرصودة للمرشحين الآخرين. تعلق على الحكاية دي إزاي حضرتك أو رأيك فيها إيه؟ هو بالنسبة للصحف الخاصة أو القنوات الخاصة اللي يكون صاحبها مرشح، دي يعني بننظر لها نظرة القنوات أو الصحف اللي تكون صادرة أو يعني بتبث عن أحزاب. وما فيش قنوات عن أحزاب، لكن في صحف عن أحزاب. الصحف اللي بتبث عن اللي بتصدر عن أحزاب بيبقى من حقها إنها تدعو لمرشحي هذا الحزب، ولكن دون أن تمس بأي تجريح أو إساءة أو إهانة مرشحي الأحزاب الأخرى أو المرشحين المنافسين لمرشحي الحزب اللي بيتكلموا عنه، حتى لو تجاوزت المبلغ المخصص لا تتجاوز. ما انا بقول لك دعايه يعني دعايه يعني يجي يتكلم يقعد برنامجه، يعني مثلا جريده الوفد تفتح صفحات لمرشحي الوفد يتكلموا عن برنامجهم، لكن لا يهاجموا المرشحين الاخرين. طب ده الحزب لو هو مرشح مستقل بقى محطه مستقله او جورنال مستقل. اتفضل يا فندم.
لا، لو جورنال مستقل المفروض ان يعدل بين المرشحين، لانه هو هنا ولو ان يعني هو ما بيخضعش للاستثناء ده، فبيبقى بننظر له زي نظره الجورنال القومي او الصحف القوميه اللي هي المفروض تعدل بين الكل. اذا كان هو فعلا مستقل، واذا كان هو مفروض انه ما بيتحدثش باسم مرشحين معينين او حزب معين او رجل اعمال معين، ما دام هو مستقل. طب لو عنده قناه خاصه برضه هتشتغل له ليل ونهار كده لوحده، بتاعته ملكه، هو حر، بيقول لك انا حر، هو انا اعلنت في تلفزيون الدوله انا بتكلم في قناتي الخاصه اللي انا صاحبها. يبقى في حدود الدعايه له بس، في حدود المبلغ. في حدود المبلغ طبعا، المبلغ المقرر له، والا يعتبر مخالف. ما هو اصل المبلغ المقرر الدعايه في التلفزيون ما بتقدم بالمبالغ الا اذا كانت مدفوعه. يعني اذا كان برنامج مدفوع مثلا، او اعلانات مدفوعه بتنزل تترات، او لقطات بتاخد دقيقتين 3 في كل، او ثواني في كل، دي اللي بيدفع عليها فلوس. وده تظبطه بقى لجنه الرصد والتقييم. لجنه التقييم لازم تراعي ده، ولازم بس هو الحقيقه الثوابت بتقول ان يعني ما شفناش عقوبات يعني ممكن تخلي اي حد يقدم على اي مخالفات من دي يخاف. بتبقى يعني توصيات وخلاص. ما في يعني مناشدات. لا مش مناشدات، ما هم بيقولوا ان احنا هنعمل، لكن ما فيش تقارير حازمه. واذا طلعت في صوره تقارير بيرصد الحاله ما بنشوفش العقاب. بالظبط. الدكتور سعيد عايز يوجه لحضرتك سؤال يا استاذ يعني شريف. حضرتك دلوقتي تقييم الوقت اللي بيذاع في القناه الخاصه دي، هل بيبقى التقييم من قبل خبير مثلا من الاذاعه، من اتحاد الاذاعه والتلفزيون؟ لجنه الرصد هي اللي تقيم. لجنه الرصد. لا الوقت اللي اتاخد ده يساوي 5 قروش 6 لا قروش مش احنا اللي بنقول القطاع ما عندناش الآلية دي. لا ما عندناش الآلية، ما عندناش لسه الآلية دي. لجنه الرصد مكونه من احنا بس دكتور علي الاستاذ شريف وبعدين هنتناقش احنا. اتفضل يا استاذ شريف. لجنه الرصد والمتابعه مكونه من مجموعه من الخبراء الموثوق في حيادهم وخبراتهم، والحقيقه كلهم على درجه عاليه من الكفاءه، كلهم برئاسه استاذنا الاستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي. بس قالت لك يا عضو اللجنه هي الاستاذه فاطمه فؤاد، هم ما عندهمش آلية تسمين الوقت. يعني عمل 6 ساعات فسمن له الوقت واحسبه من المبلغ بتاعه، ما عنديش الآلية دي. لا ما عندهمش دي. يعني دي ممكن بقى في الانتخابات اللي جايه. انا كلجنه انتخابات بستعين بقطاع. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ شريف رياض مدير تحرير الاخبار. انا عايزه اقول بس حاجه، انه احنا بتجيلنا اعلانات، جالنا 17 اعلان اذاعه وتلفزيون، بنشوفهم بنقيمهم، ما فيهمش اي مخالفه، حاجه بتتذاع الاعلانات، لكن تقييم ما يبث على الشاشات، احنا اذاعه وتلفزيون وتسعيره مش مسؤوليتنا. هي مسؤوليه طب ما هو يبقى في هنا حاجه، انا عارف ان احنا لسه حتى يا دكتور اللافتات والحاجات اللي في الشارع في كل محافظه اللجنه العليا عاملاها، هي اللي بتشوف الحاجات. لا انا اقصد يعني انا دلوقتي واحد صورته محطوطه 24 ساعه، ده مش وقت اعلام، ده مش صورته بس، ده افلام تسجيليه وافلام وحاجات يعني القطاع الاقتصادي هل هيقول لي دي ب 100,000 جنيه في اليوم؟ الاقتصادي يحسب في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، ما هتبقى حاله المثل، هتبقى حاله المثل، ما هيبقى التعامل كده. هيبقى عندنا كيان مفروض يتوجد المرات الجايه، نتعلم المرات الكيان يتوجد. انما انا تحسب المخالفه تسعير الدعايه الانتخابيه للمرشحين، ويكون لها ويكون لها سلطه رقابيه على مراقبه القنوات الخاصه على اساس حساب المدد الخاصه بها، ولو رأت ان احدى القنوات قد خالفت هي اللي تقيم عليها المخالفه فورا دون تنبيه او انذار، وتلزمها بالمخالفه اللي هي تمت عليها والجزاء المترتب عليه، علشان نعمل ضوابط ما تبقاش المساله شكليه ونص فقط لا غير احنا بنتكلم فيه، واحنا دلوقتي قاعدين عمالين نتحدث فيه وهو ما بيحصلش، وفي تجاوزات كتير قوي ولم يشاهد في المرحله. الشريف قال ملحوظه مهمه، عايز اسمع رايك وراي مدام فاطمه فيها. بيقول ان المساله التقارير في النهايه بتصدر مجرد توصيات مناشدات، يبقى ما طلعش بقى. لا هي اصل العقوبه متدرجه يا دكتور علي، متدرجه بمعنى الاول انذار، اذا استجابت القناه
للإنذار وعدلت من موقفها، وده حصل. كم انذار ارسلتموه في المرحله الاولى؟ احنا ارسلنا الانذارات كتير قوي، يعني هقول لك انا المخالفات قناه الفراعين 31 مخالفه، قناه العاصمه 18. نشر المسائل التقارير دي اتنشر، والنيل للاخبار واحده بس عشان يطمئن قلبك. يعني لما قلت الاسامي لا مش لا انا بقول احنا بنرصد كله على فكره، وفعلا هم دايما التلفزيون المصري فيه. ما دام قلت انه قنوات كذا و30 لازم السلبيات دي. ايه ماهيه المخالفات؟ ما هي بيقدموا اعتذار وفي ما قدموش، وبيبقى في كل قناه برنامج واحد هو اللي بيخالف وهو اللي بيستمر في المخالفه. انا عايزه اقول لك بس كمان اهم المخالفات اللي هي ظهور الاعلاميين المترشحين للانتخابات البرلمانيه. ده معيار ممنوع ظهورهم طالما رشح ولا في القطاع الخاص؟ في كله ممنوع ظهوره في القطاع الخاص، لانه ده بيخل بمبدا التكافؤ. ايوه، لانه قاعد هو ساعات يطلع بقى ايه كمذيع وساعات يطلع ضيف. فالاثنين بقى داخلين مع بعض. فاحنا في استجابه. وانا هقول لك الاستاذ مصطفى بكري لما بعتنا المخالفه البرنامج وقف البرنامج وما بقاش يظهر. يعني هم قالوا ما كانوش يعرفوا. في ناس تانيين استمروا في انهم يظهروا على الشاشه لاخر لحظه. ما هي دي جميله، دي جميله والله دي كويسه. انتوا حركتوا المياه الراكده في اللجنه يعني. دي جميله. حركتوا المياه الراكده في اللجنه على فكره، عملت شغل جامد جدا في المرحله الاولى، وان شاء الله في المرحله الثانيه هيبقى كل اعضاء اللجنه والدكتور حسن عماد مكاوي حركتوا المياه الراكده. كان يتقال في السنوات السابقه ده قنوات خاصه انا حر بفلوسي، كان يتقال كده انا حر. لكن واضح ان انتوا المره دي يعني قنوات كتير في من الCBC استجابه، من الحياه، من صدى البلد. لا في استجابه للقنوات لما كنا بنبعت اللجنه العليا وبيبعتوا لهم على طول من خلال المستشار القانوني بتاعهم بيجي لهم الانذار، فكانوا بيردوا على طول بيعدلوا. يعني انتوا بعتوا عدد مخالفات كتير قوي تقريبا. احنا بعتنا 17 تقرير. طب وفي كله مخالفات؟ احنا لا احنا مش الصحافه، مالناش احنا علاقه وما جزاء من خالف. انتوا اذاعه وتلفزيون. انا المخالفات ما انا عرفتها. ما جزاء من خالف. واللي انت بقى حضرتك جزاء من خالف ان تتقفل القناه لانها شريك في ذات الجرم ذاته. ما تقفل القناه دي ده شعور حضرتك وشعوري وشعور اي حد بيبقى مظلوم او متضايق. انما القانون قال ايه او الضابط القانوني قال ايه؟ الضوابط في القانون قال كده، قال ده شريك في الجريمه التي تمت فيها، اللي هي القانون قال كده قال شريك، لانه هو اللي بمعرفته تمت الجريمه. يعني انا لو ما عنديش حتى لو برنامج واحد مش القناه كلها بتشتغل في برنامج واحد دي لا الغلق بقى دي حاجه ثانيه. انا عايزها منكم انتوا. انما انا كجزاء انا الجنائي بيترتب فيه حبس على رئيس القناه نفسها، يرتب حبس، واحيانا يتم حبس 4 أيام حبس احتياطي وما فيهاش شروع، الجريمه بتاعتها تامه. يعني ما انت هتحبس رئيس القناه، هو احيانا ما يبقاش عارف القناه دي 24 ساعه سواء قناه خاصه او قناه تلفزيون دوله. 24 ساعه ممكن ما يبقاش. لا ومعظم القنوات الخاصه بيبقى برنامج واحد هو اللي بيتكلم عن الانتخابات وهو اللي مخالف. هو صفته، لان هو القائم، هو المدبر، هو الشخص ايوه بصفته صح. بصفته بس هو احيانا هو ما نعرفش بقى، بس احنا مش كل التفاصيل تحت ايده، ممكن يبقى جاب الضيف. لا ما ينفعش برضه، لان هو الاصل فيه ان هو المسؤوليه المعنويه. لا اول ما بيروح الانذار بيعدله على طول. لا بيعدله طبعا. ما هو لان في عقوبه ثانيه بقى اللي هي الغلق واللي هي الحبس، حاجات من بيترتب عليها جزاء جنائي اللي هو الحبس وما شابهه والغرامات، وبيترتب عليه جزاء إداري يراعى وينبه على الجهة الإدارية بوقف مثلا البث لمدة شهر لمدة وحضرتك مع العقوبات دي يا دكتور لازم تتنفذ. لما هي دي الالتزام، لأن أصل احنا ما تعودناش لسه يا أستاذ علي على تجربة الشفافية في التعامل. يعني أتمنى مثلا عضو مجلس الشعب من السادة اللي نجحوا يجي يناقش مثلا مشكلة زي مشكلة البناء على أرض زراعية ويكون هو مخالف أو باني، يروح متنحي عن نظر القضية دي ويقف ويقول يا جدعان أنا ليا مصلحة فيها. نفس الشفافيه دي تتولد فينا ومن جوانا. انت لسه راجع من حج وعايزه مجتمع ملائكه يا دكتور. طب لما يكون مجتمع ملائكه على وجه الارض يا دكتور علي، لما يكون في مخالفه راحت لقناه والمذيع طلع شتم كل اعضاء اللجنه
خرجش، الا يعتبر ذلك ده سبا سب وقذفا؟ وقذف علني دي كمان. مش جريمة؟ دي جريمة. جريمه ايه ده؟ فيها حبس كمان. طب احنا قدمنا بلاغ، واللجنه قدم بلاغ للنائب العام بلاغ انه للنائب. شتم في اللجنه كلها. وهل اتخذ موقف يعني؟ طبعا ده البلاغ راح بقى، لسه الاجراءات لسه الاجراءات بيتجاب البرنامج يعني يعني عيب في لجنه محترمه، في ذات لجنه محترمه بتقوم بعملها ولا لها اي مصلحه شخصيه في اي حاجه. عيب يعني. طبعا احنا ندين هذا العمل وهذا السلوك. انا ما اعرفش مين هذا الاعلامي الذي فعل ذلك، لكن ندينه لانه اللجنه لجنه محترمه تضم قامات اعلاميه وخبرات اعلاميه محترمه هدفها الصالح العام بكل تاكيد، فلا يكون جزاها ابدا ذلك. دكتور سعيد، اسمع من حضرتك ومن مدام فاطمه السبل الحاليه من خلال الدعايه الانتخابيه. احنا كانت الناس في المرحله الاولى يعني حصل لغط كثير حول مساله نسب الاقبال، لكن الناس كانوا لما تسالهم يقول لك انت هتروح تصوت لمين؟ يقول لك انا ما اعرفش المرشحين كويس. فاحنا الدعايه دي المره دي للمرحله الثانيه بقى كافيه الناس تبقى عارفه المرشحين وتروح تصوت، ولا انت شايف الدنيا ازاي؟ اولا يعني احنا اول تجربه تتم في هذا المجلس بالطريقه الجديده. واول طريقه يعني فشلت الاقبال اللي هي فتره الصمت، لان احنا مش متعودين كشعب مصري ان يوم الانتخابات وليله الانتخابات وساعه الانتخابات ان يكون هناك صمت. 24 ساعه يا دكتور. ايوه صمت 24 ساعه يعني مش هو اولا جميله انما عشان جديده، ما تضربش بعضها وعصبيه والحراره هي جديده على المجتمع المصري في اول تجربه يذوقها. فكانت في ناس كتير قوي اللي عند الناس الطيبه يقول لك والانتخابات خلصت. اصل زمان كانوا يا دكتور بيطلعوا بالعربيات والميكروفونات طول الليل والصبح. ما هي ليله الانتخاب تعودنا على كده. تبقى الدماء حاميه ويضربوا بعض ويعملوا تعودنا كده ما بتبرد الموقف عشان الناخب ينتخب. استاذ علي ده كمان ده كانت ليله يزداد فيها العطايا، يعني كان ليله كانت يزداد فيها العطايا، فلما لقناش ليله لا فيها عطايا ولا حد بيلم، فناس كتير قوي خدت او سكتت او قالت الناس مش معبره. لا بس مش اول مره يا دكتور يتعمل الصمت الانتخابي، اتعمل في رئاسه الجمهوريه فقط لا غير، والانتخابات البرلمانيه انا حضرت دي خامس مرة أحضر انتخابات. لا أول مرة القانون ده يصدر بتاع الصمت. لا رئاسة الجمهورية فقط لا غير. إنما ما حصلش. لا أيام مبارك لم تحدث. لا أنا ما بتكلمش عن أيام مبارك، أنا بتكلم بعد الثورة. وبعد الثورة لم يحدث الصمت. حصل في رئاسة الجمهورية فقط لا غير، والاستفتاء على الدستور. مش دي نقطة الخلاف يعني اللي هنقف عندها كتير. ولكن كنت يعني اللي احنا بنقوله دي من ضمن الأشياء اللي احنا بنقولها. الحاجات التانية اللي احنا بنعدها ثقة الناس إن البرلمان والانتخابات هتتم، لأن كانت بتؤجل والانتخابات بتؤجل، والناس يقول لك الحكومه مش عايزه، والناس تقول لك لا ما فيش استعداد. وتاجيل عمليه الانتخابات اكثر من مره بسبب الطعون وبسبب ما كان يشوب من عيوب كانت في القوانين ذاتها او في الاوضاع ذاتها، ادت الثقه برضو في الناس ان هي الاقبال يكون ايه. طب انا هتعب نفسي ليه؟ يعني ما بيقولوا البتاع ده هيبقى باطل، ودي سببها الاشاعات. هروح بقى وانتخب ومش عارف اعلم بحبر بس هي دايما الانتخابات البرلمانيه على فكره عندنا في مصر ما بيروحهاش ناس كتير. انا هكمل الناس اللي بتروح الانتخابات الرئاسيه او الاستفتاءات. عندك شخص او الاستفتاءات كويس. شخص ما بقول لك الاستفتاء او الرئاسه بيبقوا الحاجه الثانيه مش عايز اقولها لان كلهم اخواتنا واهلنا. من ترشحوا في المجلس اللي جاي ده كله بتحوم حوله شبهات. لا مش يعني كله، ما نقدرش نقول كله يا دكتور. يعني ده انت رجل قانون يعني انا في الغلط. مش ولن اقصد ابدا الشبهات التي ندعيها مثلا يعني ما هي الشبهات التي اقصدها حتى يطمئن قلبي. ايوه عشان ما تقعناش في الغلط. واحنا معناش محامين يدافعوا عننا. هناخدكم مخالفه كده. هياخدنا مخالفه كمان. هناخدكم مخالفه. لا احنا ردينا اهو يا فندم. ما دام رديت خلاص. الاوضاع كلها في الموقف او المشهد السياسي اللي موجود في مصر مضطرب. قلة الإعلام ووصول الكلمة عن شخص كل من تقدم للترشيح قليلة وصعبة. أصبح الأمر فيه تشكك وفيش مش قادر أجزم مين. مش شبهات بقى يعني. ما تبقاش شبهات زي ما أنا قلت في الأول. أنا قلت في الأول إن مفيش معلومات عن هي الشبهات المعلومات اليقينية. ده اللي بقولها مش واصلة للمواطن صح عشان يقدم. كمان مفيش برامج قدمت من مرشح واحد من المرشحين يؤكد أن هناك اتجاه سياسي. عشان كده بقى أنا عايز أنقل الكلام لمدام فاطمة. أنا قلت هل الدعاية اللي موجودة حاليا دي كافية لتعريف الناخبين
كافيين بالمرشحين ولا مش كافيين؟ المرحله الاولى ما كانتش كافيه. دلوقتي نتعشى من يكون في المرحله الثانيه انه يبقى في عرض لبرامج وافكار سواء الأحزاب أو القوائم أو الفردي. لازم يبقى فيه ظهور على الشاشات ويعرضوا أفكارهم والناس تقرر. وعايزة أقول إنه زمان كانت الانتخابات لو تفتكر البطاقة اللي لونها بامبي دي، وكان نروح اللجنة لا يقولوا مش هنا ويشوفوا الأسماء مش هنا. صحيح. دلوقتي كل واحد بيعرف اللجنة بتاعته تماما من على الموبايل، بيبعت رسالة أو يتصل ب140 بيعرف المكان بتاع اللجنة والرقم الكشف اللي هو فيه ورقم اللجنة. فبقت سهلة جدا عن الأول. صحيح. وأنا مش عذر للناخب بصراحة. احنا بندعوه بنوجهه بنقول له انزل صوت، اختار النائب اللي هيمثلك، وتقول له ليه بقى؟ ليه؟ عشان انت بانتخابك للأشخاص اللي هتنتخبهم يبقى انت بتشارك في حكم مصر. صحيح. بتشارك في الحكم من خلال الأشخاص اللي انت هتجيبهم في البرلمان اللي هم في التشريع القوانين. ده أنا ليا تعبير قاسي قوي: من لم يذهب إلى الانتخابات فقد فقد مواطنته لهذا الوطن. لأنه خلاص سلبي وما شاركش، يبقى انت عايش عالة على هذا المجتمع. ما يتكلمش بعد كده. ما تتكلمش بعد كده. صحيح. ومن أخذ هدية ب200 جنيه وباع أجيال وباع تشريع وباع بلد ب200 جنيه، ما تنتظرش ان انا اللي هاجي اللي اديتك ال200 جنيه ده هاته حاجات كل قلبك. تقصد ان كان في ناس بيدفعوا 200 ثمن الصوت، يعني ثمن الصوت ايا كان بقى المبلغ اللي وصل 100 200 200 بس. هو بعض المرشحين اثرياء قوي كده. انا اذا كنت انت منتظر كده، هي المساله وسعالي مش احنا تلفزيون وطالعين عشان نشجع، ده احنا بنقول انا زيكم. انا من رايي لا، انزل وشارك يا اخي. اختار اقل واحد فيهم ضرر حتى. هو الدعايه. كنا بنتابع برضو الجمعيات الاهليه عامله رصد في الاماكن نفسها. الجمعيات الاهليه في جمعيات ناس جايين من بره، كان في رشاوي كتير اتقدمت. عايز اسال حضرتك والدكتور سعيد، ويمكن ده يكون اخر سؤال، هو بالضروره في علاقه ما بين الدعايه الانتخابيه وما بين اقبال الناس على التصويت، ولا المساله ربما في متغيرات اخرى اهم من الدعايه زي العلاقات الشخصيه، زي المعارف، زي العصبيات؟ ده بقى في الفرد. انت كويس انك انت يعني قلت نقطه مهمه جدا. الانتخابات السنه دي عندنا 75% منها فردي. دي فيها العصبيات، العائلات، التجمعات. هي دي الناس هتعرف. لكن ال 25% اللي هي القوائم، الناس مش عارفة الناس اللي فيها ايه. فهو ده اللي عامل لان العدد كبير جدا الفردي. 75% عدد كتير. ان هم الناس تعرفهم. هو ده اللي عامل الجابة بين انا ليه رأي يعني هو برضو في نفس المضمار، لكن يعني اخر سنة سيكون هناك فردي. والاصل في الانتخابات والديمقراطيه وغير الديمقراطيه هي القوائم، وده اللي هنرجع ليه القوائم. بس عايز احزاب قويه. ده يمكن ده يمكن ما هو احنا بقى الدور اللي جاي على تنشيط الدور السياسي للاحزاب. أيوة. ودي حاجات هنبقى نتكلم فيها بعدين، وده بدايه لمرحله جديده ان شاء الله ديمقراطيه. لكن ده اولا. ثانيا ما لم نلاحظ في المرحله السابقه عدم وجود ائتلافات. يعني انا ناخب فردي بأتلف مع ناخب تاني، جماعتي بيروحوا له وجماعته التانية بيروح. انقطعت هذا التآلف ولم يوجد في الانتخابات السابقة. وأنا أتمنى، وكلمة أخيرة، لا تترك صوتك، دي أمانة وربنا هيحاسبك عليها. اللي هيجي اللي هيتولى أمرنا اللي هيتولى. لا أنا عايز حضرتك تكلمينهم. عايزين نختم مع حضرتك. ده آخر جملة صغيرة مع حضرتك. لا، جملة صغيرة جدا. صوتكم أمانة لكم وللوطن ولأولادكم. صوتكم لازم يروح لصناديق الانتخاب. ما تضيعوش الفرصة على مصر كلها. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ينتهي الوقت ولا ينتهي الجدل بقضايا الوطن الهامة. أشكر ضيفي الكريمين في هذه الحلقة، الإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة فؤاد، عضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي. شكرا جدا يا دكتور علي. شكرا يا فندم. كما أشكر الدكتور سعيد ماديان أستاذ القانون الجنائي. شكرا جزيلا. شكرا للسادة المشاهدين. ومشاهدينا الكرام، حتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من قضايا تشريعية، لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء.